تخيل معايا تكون محكوم بالإعدام وفجأة تلقى صحابك حافرين نفق حتى الزلزلة ديالك باش ينقذوك. هاد الامر يقدر يجيك شويه صعيب، ولكن هادشي اللي وقع لهاد خونا واللي ما كيعرفوش. هذا هو آل تشابو، اكبر تاجر مخدرات في المكسيك، والاسم ديالو بالكامل خواكين غوزمان لويرا، واللقب ديالو آل تشابو واللي معناها القزم، او بمعنى اخر قصير القامه، حيث هو فعلا كان قصير القامه. ولكن هادشي ما منعوش انه يتزوج بملكه جمال المكسيك. اييه، ملكه جمال المكسيك. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال هاد الحلقه اللي مثيره بشكل كبير، بغيت نقول لكم الا كنتي من عشاق احداث وقصص واقعيه من نفس هذا المحتوى، يعني بحال هاد الحلقه اللي كتفرجوا فيها دابا، فكل ما عليك دابا تهبط ابونا معايا ودير شي لايك في اول الفيديو. يلا نكملوا الحلقه ديالنا. وكيف قلنا، آل تشابو تزوج ملكة جمال المكسيك، وهذه رسالة أيضا للناس اللي كتعاني بشي نقص من حياتها، قصير أو غليظ أو أي كان العذر، ما تخليش وقف لك في حياتك. وكيف كتشوفوا آل تشابو قصير ودها ملكة الجمال. نرجعوا للموضوع ديالنا. هاد خونا تعرف مالك الأنفاق، كان كيحفر أنفاق تحت الأرض باش يصدر المخدرات من المكسيك للميريكان، وفي بلاصة المخدرات كان كيجيب الدولارات اللي خلاته يكون هو أغنى رجل في المكسيك. آل تشابو كان زعيم مافيا، وكان سميتها كارتيل سينالوا، وهاد سينالوا جات سميتها من الولاية اللي تولد فيها واللي أسس فيها الإمبراطورية ديالو. في عام 1993 غيتم القبض على آل تشابو لأول مرة في حياته، وغيتحكم عليه ب20 سنة ديال الحبس. ولكن آل تشابو ما غاديش يدوز فيها بزاف، غادي يرشي عمال ديال الحبس باش يساعدوه في الهروب ديالو، وفعلا قدر يهرب من الحبس ودوز آل تشابو 10 سنين هو هربان. ولكن الميريكان ما عجبهاش هاد البلان، وغادي تعرض مبلغ 5 مليون دولار مقابل معلومات على المكان ديالو. وفعلا ديكشي اللي وقع، غيتم القبض على آل تشابو في 2014 وغادي يحكموا عليه بمدة سجن طويلة. وهنا غادي العملية الثانية ديالو في الهروب، واسمع كيفاش غيهرب هاد المرة. صحابو او المافيا ديالو غادي يحفروا نفق بعمق 2 كيلومتر تقريبا حتى الزلزالة ديالو، وهاد النفق اللي كانوا كيحفروا فيه كانوا كيعتمدوا على تقنيات متطورة لدرجة ان الرادارات ما قداش تكتشف هاد العملية. وهنا غادي يستطيع انه يهرب من الحبس مرة اخرى، ولكن ما غاديش يدوز بزاف وغادي يتشدوا. هاد المرة غادي يصيفطوه الميريكان باش يواجه الجرائم الجنائية اللي كانت موجهة ليه. ولحد الان مازال آل تشابو كيدوز في مدة الحبس ديالو تحت الحراسة المشددة، ولكن هاد الشيء ما كيعنيش ان الامبراطورية ديالو صافي سالات، راه في اي لحظة يقدر يهرب. وهنا كتسالي الحلقة ديالنا مع آل تشابو. بلاتي الفيديو او الحلقة الجاية اش بغيتوها تكون، على الهروب من الحبس او سرقة البنوك؟ كتبوها لي في كومنتيرات. يلا نشوفوا لتحت، راه غنرد على كل شيء.